السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم ان شاء الله مع محبي الديكور والاعمال اليدويه غادي نصاوب معكم واحد المرايه بشكل اللي هو زوين بزاف وبلوازم اللي هي شويه مختلفه. خليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى الاخير، واذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب وفي مواقع التواصل الاجتماعي باش يستافد معنا الجميع ان شاء الله. نبداو على بركه الله. غادي نحتاجوا المرآة دائريه اللي القطر ديالها 30 سنتيمتر كما كتشوفوا معايا. كنصوبوها عند اللي كيصاوبوا المرايات. غنحتاجوا كذلك انا خديت هادو كانوا عندي من واحد التريه قديمه بقاو لي وخبعتهم وقلت لي مالا نحتاجوهم هكا في دي اي واي في التزيين، كيجيو مزيونين بزاف. واللي كنصحكم ان الا كان عندكم هكا شي تريه قديمه شي حاجه الا بالكم شي شكيلات زويونين يمكنكم تحتفظوا بهم للتزيين. غنحتاجوا كذلك لهاد الحجيرات مع هكذا لاصقين على الجيلاتين مع في الجناب ديالهم لي زيستراس. هادو انا عندي مصوبين ناضين. الا بغيت نوريكم الطريقه اللي صوبتهم بهم خليوها لي في التعاليق. الطريقه اللي هي سهله، الجيلاتين كما كتشوفوا معايا ولصقت عليه داك الحجيرات وفي جناب ديالهم لي زيستراس كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو مزيونين ومختلفين على الحجيرات اللي معتادين نعملوهم. غادي نحتاج كذلك لهاد الصباغه ديال الرشاش او البخاخ ارجونتي اللي غادي نصبغ بها هذوك الشكيلات ديال التريه كما قلت لكم. غنحتاج لاكول، هنا عندي ب 6000، يمكن لكم تستعملوا ب 7000، وكذلك الكولا ديال يعني البيستولي. اول حاجه غنبدا بها غادي نحاول نصبغهم ما يبقاوش هكذا ترونسبارون. غنصبغهم بلارجونتي، يعني هاد الصباغه اللي وريتكم ديال الرشاش غنحاول نحركها شي شويش وعاد نبدا كنصبغهم من الجهتين ونخليهم ينشفوا مزيان وغنرجع عندكم. من بعد ما صبغتهم وخليتهم نشفوا مزيان من الجهتين كما كتشوفوا معايا كيجي شكلهم زوين هكذا ارجونتي، كيجيو مزيونين وكيتغير هكذا اللون ديالهم وكيعطي واحد اللمعه اللي هي زوينه. دابا غادي نبدا نزين المرايه ديالي. غادي ناخذ المرآة ديالي وغادي ناخذ حبه من هذا الشكل هذا ونلصقها بالبيس ب 6000، يعني هاد الكولا هادي ولا ب 7000 اللي متواجد عندكم جوج بهم كيلصقوا مزيان. غادي نعمل شويه د لاكول هكذا على الجزء اللي انا باغا نلصقو في المرايه، حيت غادي نلصق هي داك الجزء الاخير. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه صافي على هذا الشكل هذا، وكنحاول نثبتها شي شويش بالاصبع ديالي. هي الاشاره فقط ان هاد الكولا ماشي بحال البيستولي ديال الشمع. البيستولي ديال الشمع كيلصق لنا في البلاصه اون فوا كنحطو كتثبت في بلاصتها. هذا لا، يعني كتاخذ شويش ديال الوقت هاد الكولا. يعني نحاولوا اننا فاش نحطو عليه واحد الجزء ولا واحد الحجره اللي حنا غنزينوا بها نحاولوا ما نحركوهاش حتى تشد راسها شي شويش، نعطيوها شويه الوقت انها تشد راسها شويش عاد نحركوها باش ما تطيرناش من بلاصتها. هي الاشاره فقط. هنا كما كتشوفوا معايا غنعمل وحده من داك العود ديال ولا داك القطيب ديال التريه والحبه من هذاك الحجيرات اللي وريتكم على هذا الشكل هذا. هذه هي الطريقه اللي غادي نزين بها كما كتشوفوا معايا. غتجيني بحال الشكل ديال شميشه. خليكم معايا تشوفوا
من بعد ما كملت الزين ديال المرآة ديالي قلبتها من الخلف باش غادي نوجد باش غادي تلصق. خديت المركز ديال الدائره وخديت هكذا واحد بحال حبل ولا المهم انا عندي ديجا هذا في الدار اللي غادي نعلق به. خديت واحد الطرف من الكارطون وغادي نتقبت واحد جوج تقيبات في الكارطون وبديت كندخل داك الحبل اللي غادي نعلق به وغنحاول نلصق في المركز تما. خصني نثبت في الاول هاد الحبل هذا باش ما يطارليش. غنثبتو بلاكول كما كتشوفوا معايا في الكارطون من جهتين، يعني باش نحاول انه ما يطرليش ويجي ثابت، حيت المرايه غتكون معلقه. يعني خصني نحاول نثبتو مزيان. كما كتشوفوا معايا هنا تبت الخيط اللي غادي نعلق به المرايه ديالي، كيجي ثابت ولاصق مزيان. هذه فقط فكره، وانتم يمكن لكم الا عندكم شي فكره واحده اخرى يمكن لكم تطبقوها. المهم ان تجي شي حاجه اللي هي مثبته مزيان وما تطيحناش المرايه ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال المرايه ديالي من بعد ما علقتها. كتجي صراحه جد مميزه والشكل ديالها كيجي رائع بزاف، والاهم انني صوبتها من يدي، يعني واحد الشكل اللي ما كاينش في السوق وبياس اونيك كما كنقولوا، يعني بشكلي انا وباختياري انا. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك وبتعليقاتكم الزوينه، واللي عندكم شي فكره بغيتوني نطبقها معكم مرحبا خليوها لي في التعليقات. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش يستافد معنا الجميع ان شاء الله. ودابا ما بقى لي الا نودعكم والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.